تركيب الجملة في اللغة الإنجليزية واللي بتتكون من فاعل وفاعل. الفاعل subject بنعبر عنه بحرف ال S، والverb الفعل بنعبر عنه بحرف ال V. السبجكت اللي هو الفاعل هو الشخص أو الشيء اللي بيقوم بالفعل، أما الverb الفعل هو الحدث أو الحركة أو الحالة. التركيب الأساسي S زائد V، يعني subject زائد verb، فاعل زائد فعل فقط. الجملة هنا بسيطة جدا، مفيش مفعول، والفعل مش بيحتاج حاجة بعده، أو السياق بيكون عام. أمثلة: The sun rises، الشمس تشرق. 2. Birds fly، الطيور تطير. 3. The baby cries، الطفل يبكي. 4. The dog barks، الكلب ينبح. 5. The baby sleeps، الطفل ينام. 6. The sun shines، الشمس تشرق. 7. fish swim، الأسماك تسبح. 8. people walk، الناس تمشي. 9. time passes، الوقت يمر. 10. rain falls، المطر يسقط. 11. the door opens، الباب يفتح. 12. the baby laughs، الطفل يضحك. 13. dogs bark loudly، الكلاب تنبح بصوت عال. 14. birds sing، الطيور تغني. 15. the wind blows، الرياح تهب. 16. the snow falls، الثلج يتساقط. 17. the heart beats، القلب ينبض. 18. fire burns، النار تحترق. 19. stars shine، النجوم تلمع. 20. the train stops، القطار يتوقف. الجملة هنا لا تحتوي على مفعول به، والفعل غالبا بيكون فعل حركة fly run walk، أو حالة طبيعية زي rise shine sleep. سؤال الدرس: حدد نوع الجملة. The sun rises، يا ترى SV ولا SVO ولا SVC؟ اكتب الإجابة في التعليقات.